لجنة التحكيم في إسبانيا بقت كلها ريال مدريد. لحد إمتى هيفضلوا كده؟ ده كان تعليق من بين تعليقات كتير على تعيين هاكر في لجنة الحكام الإسبانية. لكن لحظة واحدة، هيعمل إيه هاكر في لجنة الحكام؟ شيما ألونسو معروف بتشجيعه الشديد لريال مدريد، وتم تعيينه كرئيس لقسم الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لجنة التحكيم الإسبانية، ودوره تحسين استخدام التكنولوجيا لخدمة التحكيم مع زيادة الأمن السيبراني في المكان. وهنا الدنيا اتقلبت، مش عشان هو هاكر بس بسبب ريال مدريد. بعض الناس شايفة إن تعيين ألونسو هي خطوة من فلورنتينو بيريز لتعزيز هيمنته على لجنة الحكام، خصوصا وإن رئيس ريال مدريد شايف إن في محسوبية كبيرة جدا لبرشلونة في التحكيم. وناس تاني طلعت تويتات قديمة لألونسو زي لما قال أنا عيبي الوحيد إني بشجع أعظم نادي في التاريخ ريال مدريد، وده بيجي تزامنا مع تعيين يولاندا بارجا زوجة الحكم السابق كارلوس ميخيا دافيا كمسؤولة عن قسم التحكيم النسائي، وده برضه سبب جدل. ولو ما تعرفش دافيا فخلينا أفكرك إنه سنة 2009 تم تعيينه في ريال مدريد كمسؤول تحكيمي في قسم العلاقات المؤسسية للنادي، ومهمته هي مساعدة زملائه الحكام في أيام المباريات وتوفير كل اللي محتاجينه. ووقتها ده سبب جدل كبير جدا، والموسم اللي فات شهد أزمات كبيرة جدا وشكاوى من التحكيم خصوصا من طرف ريال مدريد. فتفتكروا بيريز اتحرك على طريقته الخاصة لحل أزمته مع الحكام، ولا دي مجرد تعيينات مؤسسية ملهاش دعوة بحاجة؟